في كل رحلاتي مهما ألف وأشوف، مهما أروح واجي أرجع تاني لمطروح. ده عشان شواطئها الجميلة الممتدة وميتها الفيروزية ورملتها الناعمة الرائعة اللي ملقتهاش في أي حتة. حقيقي عايز تستمتع، خد تاكسي أو خد عربيتك وامشي في مرسى مطروح. اخترت النهاردة فندق دلمار عشان أخشه وأفرجكوا فيه فيوهاته وغرفه. اول ما استلفتني الباب الجميل اللي بيلف ليه بعد تاريخي كده في الفنادق، والريسبشن الراقي الرائع اللي كله تحف وزهريات جميله ونظافه غير رائعه واستقبال كمان حسن من الريسبشن. دخلت على الاسانسير وفكرت اطلع ايه، جاتني الفكره الرائعه ان انا اطلع على مجمع الكافيهات بتاعه البسين عشان افرجكوا عليها. دي منطقة الأوبن اريا والبسينات في الفندق. زي ما احنا شايفين الفندق جميل، زي كده الفسطونة ملتفة حوالين البسين بتاعه، بحيث ان كل الغرف على هيئة فسطونة تشوف البحر وكمان تشوف البسينات. وفي طبعا غرف في الخارج بتشوف البحر فقط. البسين بتاعه جميل نظيف، الفندق كله شياكة رائع، معمول بديزاين جميل زي ما احنا شايفين كده. فيه حوالي 150 غرفة، ومنهم الغرف الأرض اللي بتطل على البسينات. وهنا الشاش كل حتة في الفندق الصراحة فيها لمسة فنية جميلة. اكتشفتها من يعني من الاشكال الجميله اللي عاملينها، وتراص الترابيزات الحلوه، حتى الشاشه عاملينها على رخامه رائعه. هنا المنظر من التراس الرائع ده برضو يشوف البحر جميل جدا. ده يعتبر الدور الاول اللي احنا فيه، ده البسين يعتبر في الدور الاول. وهنا طلعنا بقى الايه الروف عشان اجيب لكم البسين من فوق والمنظر من فوق. وبعدين ركبت الاسانسير تاني، طبعا برضو لمسة فنان واسانسير تحفة ورائع وعليه العلامة بتاعت دلمار. دخلت اول غرفة وهي الغرف الدبل. بدأت اصور لكم في التواليت حاطين الشامبوهات الجميلة والصابون والتلاجة الرائعة بتاعت لو في حاجة ساقعة. في كمان خزنة للمقتنيات الثمينة. الأساس عصري أنيق رائع، في خدمات لذيذة النهاردة. حتى ما بقتش في فنادق شرم والغردقة زي ما قلنا، زي ما انتم شايفين التسريحة الجميلة والأساس رائع، والتلفزيون محطوط بطريقة شياكة، ترابيزة وكرسيين جمال. ده غير كمان الفيو البديع اللي احنا شايفينه ده، فيو من فوق على تكشف بحر مطروح كله بمنظر جمال وروعة. انا كنت فعلا في منتهى السعادة ان انا واقف في تراس الفندق الرائع ده. وبعدين دخلت على الغرف الاكبر شوية، برضو نفس الشيء، برضو البشاكير جميلة، السشوار، الشامبو، الصابون الحلو، نظافة، تعقيم في كل حتة، حاجة جميلة جدا. شياكة الشياكة فعلا، يعني الكاتيل، المشروبات، الشاي، الكافيه، نسكافيه، التسريحة الجميلة. هنا دي أكبر بقى 3 أفراد، هو كل غرفه يا إما سنجل كينج بيد أو 3 أفراد أو فردين. أوسع شوية طبعا، الطراز بتاعها جميل. دي غرفة مميزة تعتبر سويت. برضو كنا مبسوطين جدا من برضو الفيو الرائع ده. وهنا لازم تحلى بقى الصور السيلفي الجميلة كده في كل الجمال اللي ورايا ده على البحر على طول. يا جماعة تخش التراس ما تبقاش عايز تخش منه تروح اي حتة تانية، تسمر في مكانك. لكن كان لازم اركب الاسانسير للمرة الثالثة عشان انزل اصور لكم المطعم برضو زي ما هو. شياكة الشياكة، حاجة نظيفة فاخرة. تراس كده في الترابيزات الجميلة. في بوفيه، البوفيه بتاعه اوبن بوفيه مش ست منيو، اوبن بوفيه في الصيف كله. هتلاقي اللحمة، هتلاقي الخضار، هتلاقي الفراخ. الإقامة فيه هاف بورد بالفطار والعشاء. العشاء لحوم فراخ وخضار. بدعوكم لزيارته، وفي مكان خاص للعائلات اهون. هتنبسطوا كتير. شكرا جزيلا، سلام عليكم.